مولد هذا العام حفر المغري بإيديه. مرحبا بيتنا، أنا اسمي جابر من قرية دريجات من قرى النقا بالقليلي اللي تم الاعتراف بها. بيت العيلة عبارة عن مغارة اللي احنا سكننا فيه لحد سنوات ال60. المنطقة هذه كانت عبارة عن غرفة نوم وصالون. الغنمات تبعت أبوي كان موجود هون. هنا كان الجمل تبع أبوي، عشان هيك حاطط قصة الجمل هاي. أنا بن وحيد ل8 خوات. لما صار عمري 15 سنة أجت خواتي وقالوا لي حاضر وقت المناسب إن نتجوزك، فأنا فت على صف 10 بتجوز عمري 16 سنة، فأنا انجبرت إني أترك تعليم، حوشت شوية مصاري، قررت إنه يكون عندي بيت. هذه السنة كان سنة 1987، قامت الدولة بهدم 8 بنايات في دريجات، أنا كنت واحد منهم. ظاهرة هدم البيوت الموجودة تقريبا يوم في المنطقة. دريجات عبارة عن عائلة واحدة، سميت بهذا الاسم نسبة لغريق سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام. هي عبارة عن مليئة بالدرجات، كانت تربط منطقة الخليل مع بئر السبع. عدد سكان القرية ما يقارب 1200 نسمة. احنا كنا نعاني من أشياء كثيرة قبل الاعتراف، يعني ما كان مية ولا كهرباء ولا شوارع ولا مدرسة.